السلام عليكم. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل بقى مع بعض النهارده فطائر بالجبنه. فطائر حلوه جدا ومغذيه، هتنفعكم قوي قوي في اي وقت، يعني فطار، عشاء، مش هتقول لا. تمام. معايا اول حاجه هنا كوبايه من الحليب، هحط عليها 3 معالق كبار من السكر ومعلقة من الخميرة الفورية. طبعا انا هعمل المقادير دي على كيلو من الدقيق. لو انت هتستخدمي نص كيلو يبقى هنستخدم كوباية واحدة من اللبن. طبعا انا هستخدم الكوباية التانية من اللبن في اخر الفيديو. معايا بقى هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، هقلبها كويس قوي مع السكر واللبن. هحط بقى كوباية من الزيت، انا هستخدم كوباية من نص من الزيت، هستخدم كوباية دلوقتي من الزيت، وبعد ما اعجن العجينة هحط نص كوباية من الزيت في الاخر. تمام. هحط هنا معايا بقى بيضاية، وهقلب بقى كويس البيض، واحط بقى رشة من الملح. بعد ما احط البيض هحط رشة صغيرة من الملح، واقلب بقى البيض كويس قوي. حطيت رشة الملح، اقلب بقى كويس الملح مع البيض. تمام. بعد ما قلبت المكونات كويس هنزل بقى بكيلو من الدقيق. معايا كيلو دقيق هنخله كويس اي مصفى عندك او اي سلكة هننخل فيه الدقيق. تمام. انا باخد شوية شوية كده من البولة وابدأ ان انا هنخلهم. بعد ما هنخل كيلو الدقيق هبدأ اقلبه كويس كده بمعلقة لحد لما السوائل تختفي في وسط الدقيق. وبعد كده هحط بقى كوباية اللبن الباقية اللي انا قلت لكم عليها. هستخدم كوباية تاني من اللبن، كوباية كبيرة اللي هي كوباية المية. تمام. هحط كوبايه لبن، انا سبت شويه قليلين كده، قلت يعني لو احتجتهم في الاخر هحطهم، ما احتجتهمش خلاص. طبعا على حسب نوع الدقيق معاكي. طبعا انا احتجتهم وحطيتهم. هبدا بقى هنا هشيل بقى المعلقه خالص. اتخلصت من السوائل وهعجن بقى بايديا. هعجن بقى لحد لما العجينه تبقى حلوه معايا كده وطريه تتلم معايا. بعد ما عجنتها كويس هجيب بقى هنا في المرحله دي خلاص. انا كده انا عودتكم ان انا لما باجي اعجن معجنات بعجنها، بدوس عليها كده بايديا وبعدين بقلبها على الناحيه التانية وادوس بايديا لحد لما تنعم معايا. طبعا لو انت مش مفضله الطريقه دي ممكن تحطيها على الرخامه وتتعاملي معاها عادي برضو خالص، بس انا بعملها كده في البوله مكانها. شايفين بقى العجينه بقت طريه وحلوه قوي معايا. هجيب بقى نص كوبايه الزيت اللي قلت لكم عليها. حطيت معايا اهي نص كوبايه الزيت زي ما انتم شايفين، كبيتها كده من على الوش. وهبدا ان انا هعجن بس حاجه بسيطه من على الوش. كوبايه انا ليه بحطها في اخر، ممكن نستخدم بدل الزيت زبده او سمنه. تمام. لو انت حابه تحطي زبده او سمنه بتدي ريحه حلوه قوي قوي للمعجنات. ممكن نستخدم نص كوبايه سمنه او زيت زي ما انا قلت لكم. انا بحطها في الاخر عشان بتحافظ لي على العجينه، انا مش عايزاها تخش جوه الدقيق، عايزاها تبقى من بره العجينه كده حواليها، عشان في الصيف ده العجينه ما بتنشفش معاكي. فلازم نحط كده عليها الزيت كده من بره او سمنه. فاحنا طبعا بنشيل نص كوبايه من المكونات وبنستخدمها في الاخر. طبعا هحطها وهسيبها بقى لمده ساعه تختمر. في الصيف ده هو العجين حلو قوي عليه ساعه. هنا كان بعد ساعه معايا، شايفين ملت البوله ازاي. هبدا بقى اطلع الهواء اللي فيها وهنزلها تاني. طبعا انا عايزاها تختمر معايا اكتر من مره. انا هخمرها هنا. بعد ما اختمرت معايا اول مره هبدا ان انا هجيب هبدا ان انا هكورها كور، يعني اقطعها قطع وهكورها كور. طبعا وانا بقطع بعد ما اقطع كل الكميه هغطيها، وبستخدم اول كوره انا استخدمتها. يعني قبل ما هتخلصي الكميه دي هيبقى عدى عليها 5 دقايق، هتختمر شويه كمان. عايزه اقول لكم وانا بشتغل كمان جيت في الاخر لقيت الكور زادت معايا ومسكت في بعضها كمان، اختمرت معايا مره كمان. معايا بقى اي نوع جبنه هنا انت بتفضليه. انا معايا هنا جبنه موزاريلا، حاطه عليه شويه كده من الجبنه البراميلي بسيطه، بشرتهم بالمبشره عندي. تمام. عشان يبقى مع بعضهم وقلبتهم على بعض. تستخدمي اي نوع جبنه عندك انت بتفضليه. طيب ممكن كمان نحشيها مربى، ممكن نحشيها عجوه، الحشوه اللي انت تعجبك، بس انا بفضلها في الجبنه بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن اي ميكس جبن عندك برضو تخلطيه. بجيب بقى اول كرة انا عملتها، وهبدأ ان انا هحط شوية من الجبنة وهقفلها كده على شكل على شكل القطايف. طيب هنا بعد ما هخلص
اقول لكم درجة الحرارة، انا بحطها على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، يعني بحطها كده على السلك في النص، وبولع الشواية من فوق والفرن من تحت، او ممكن تولعي الفرن من تحت وتشغلي المروحة لو عندك مروحة. هاجي بقى من عند الحروف كده وهبدأ ان انا هتنيها زي ما انتم شايفين كده معايا. التانية هنا بتني الحرفين مع بعض عشان ما تتفتحش معايا لما نيجي نخمرها، وكمان ما تتفتحش معايا كمان وهي في الفرن. معايا هنا بقى الشوكة بدوس كده على الحواف اللي انا تنيتها عشان أأمل التقفيل، وفي نفس الوقت بتديكي شكل حلو قوي. تمام. طيب بسيبها بقى قبل ما ادخلها الفرن تختمر لمدة ربع ساعة، بنسيبها ربع ساعة كمان تختمر قبل ما ندخلها الفرن. طبعا لما يكون الجو شتا بسيبها على الاقل تلت ساعة او نص ساعة. هنا طبعا الجو حر فبتختمر بسرعة قوي، مش بتحتاج اكتر من ربع ساعة بتبقى اختمرت معاكي. وهوريكم دلوقتي بعد ما اخلص كل الكمية عقبال انا يعني الصينية اللي انا عملتها اول واحدة، عقبال ما خلصت كل الكميه اللي انتوا شايفينها قدامي دي، كانت اول صينيه اختمرت معايا، يعني الصينيه الاولانيه اختمرت معايا فدخلتها على طول الفرن. وهوريكم دلوقتي الفرق بين اول صينيه انا عملتها واخر صينيه انا عملتها. معايا انها بقى بعد ما عملتها كده بالنشابه، ببدا احط شويه من الجبنه وابدا اقفلها كده من على الحروف. انا بعدلها بس كده على بجيبها كده زي ما انتم شايفين بالطول عشان بعملها على ايه عدلتي عشان اعرف اتنيها كويس. بتني بقى الحروف وبجيب شوكة بدوس على الحروف اللي انا تنيتها دي عشان ما تتفتحش معايا في الفرن ولا تتفتح معايا وهي بتختمر. هرص بقى في الصينية طبعا انا دهنها بزيت بفرشة كده، وحطيت معلقة صغيرة من الزيت ودهنت الصينية. بصوا شايفين بقى اول ما سبتها دي اختمرت معايا اهي. اول صينية زي ما انتم شايفين كده مختمرة معايا، ودي تاني صينية لسه نص تخميرة، ودي اخر صينية اللي من على الجنب دي هتشوفوها دلوقتي لسه ما اختمرتش خالص، كنت لسه عاملاهم. يعني شايفين الفرق؟ دول لسه عاملاهم اهو، ودول اللي انا عملتهم في النص شايفين مختمرين شويه، ودول اللي اختمروا خالص اللي هي اول صينيه دي معايا مختمره خالص. فهجيب بقى شويه ميه بسكر وهبدا ان انا هدهن الوش. طبعا الميه بسكر ممكن تجيبي صفار بيضه على شويه برضو لبن او شويه ميه وتدهني. تمام. فالاختيار هنا معاكي، لا اما صفار بيضه تحطي عليها شويه ميه تقلبيهم وتبداي تدهني الوش، لا اما ميه بسكر زي ما انا عملت. بدخلها طبعا الفرن على درجه حراره 180 وبحطها على الرف اللي في النص، وبسيبها بقى بتاخد معايا حوالي 10 دقايق او اقل، حوالي ممكن 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير. تمام. شايفين بقى مستوية معايا من النص، والجبنة الموزاريلا مطة معايا كده ازاي من جوه، فحلو قوي. طبعا احنا هنسيبها تبرد لمدة مثلا ساعة، وبعد كده هنحطها في اكياس وتحطيها في اي علبة عندي من علب التلاجة. بنحطها في كيس ونحطها في علب التلاجة، بتقعد معاكي حوالي من 4 ل5 ايام، مفيش اي مشكلة بره التلاجة. تمام. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.